ابو المشوي. اخر مره جربت الاكل من عند المطعم ده كان من سنه او اكتر. هنشوف لو لسه نفس الطعم ولا فيه تغيير. طلبت صينيه اسمها الباشا، دي عباره عن قطعه من كذا حاجه، ستيك وكفته وسجق وكباب وبسبوسه. وانا بطلب قالوا لي ان في 3 اصناف مش موجودين دلوقتي تقريبا، ما كانش فيه يمكن كباب ولا سجق ولا بسبوسه. قلت لهم طب اتاكدوا طيب من الموجود اذا كانت الحاجات دي كلها موجوده ولا لا. في الاخر بدلنا الكباب بطرب والسجق بكبده، وده شكل الصينيه بتاع الدليفري، شايلها في الشنطه مقلوبه عشان كده شكلها اتبهدل شويه. وانا طلبت ازود قطعه ستريبس، مش عارف هم قاطعينها كده ليه، وشكل البريدنج مختلف شويه، فاكك شويه من على الفراخ. الصينيه بيجي معاها رز بسمتي وبطاطس. دي قطعه الستيك اصغر شويه من القطعه اللي في الصوره. وفي صباع كفته، الكفته طريه وطعمها حلو. دي الكبده باعت 5 قطع بدل السجق، كميه كويسه وطعمها كويس شغال، مع طبعا شويه البطاطس، ومش باعتين معالق مع الاكل. الرز حلو، احلى من التجربه الاولى، كان مبهر زياده المره اللي فاتت، المره دي افضل. الطرب برضو كان كويس وجاي مع الاكل مخلل وميه سلطه وطحينه. الستيك برضو طعمه كان كويس. دي قطعه بقلاوه مش بسبوسه من الشكل، لكن من التكوين تمشي بسبوسه. والبقلاوه والبسبوسه دي تسميات الاختراعات الجديده بتاعت المشاوي، ودي اختراعات تركي اصلا، وبدأت تتعمل هنا في مصر من فترة. بسبوسة بتبقى طبقات، طبقتين لحمة جواهم طبقتين من المنديل، وبعد كده الحشو في النص كفتة. أما البقلاوة بتبقى لحمة من بره وجواها منديل وملفوفين على بعض رول كده. دي معمولة رول لحمة من بره وبعدين منديل والكفتة من جوه. طعمها حلو، كل اللحوم جودتها أفضل من المرة اللي فاتت. الستريبس زي ما قلت البريدنج بتاعه فاكك ولونه فاتح شوية، بس الفراخ كويسة نظيفة وطعمها كويس. وطلبت ساندوتش لأن أنا من المرة الأولانية عجبتني السندوتشات عندهم، الخلطة اللي بيعملوها كانت جامدة، فطلبت سندوتش صدور تندوري، ساندوتش خطير. الخلطه اللي بيعملوها البقدونس والبصل والطحينه طعمها جامد قوي. التجربه بشكل عام حلوه وفي تطور عن المره الاولانيه. بس دي كانت تجربه ابو المشوي. سلام.